السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة سهلة جدا للبطاطس المحمرة اللي هي مقرمشة من بره وطرية من جوه. طريقة جديدة وجميلة جدا للبطاطس. انا معايا مية كده بتغلي، نزلت عليها بمعلقتين خل، معلقة ملح. جربوها بجد والله هتعجبكم قوي. ربع معلقة كاري، فلفل اسمر كده ربع معلقة، ربع معلقة بابريكا، وربع معلقة كركم. بتدي طعم حلو قوي للبطاطس. يا رب تجربوها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش طبعا في اللايك، ولو اول مرة تشوف القناة ممكن تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. بصوا البطاطس انا هسيبها بالظبط 5 دقايق. هقلب بس فيها كده 5 دقايق. طبعا التقطيع اللي انت عايزاه بتقطعيها، بس انا سبتها 5 دقايق. بطلعها بقى في مصفى. طبعا انا مش بسلقها، انا بس بخليها في مية سخنة بس كده. هي مش مسلوقة ومش مهرية خالص. هطلع بقى الكمية بتاعتي كده في المصفى. معايا زيت سخن، انا بختبر الزيت بتاعي كده. خلاص هنزل بقى بالكمية بتاعتي كلها. طبعا البطاطس انا مصفياها حلو جدا. مننساش نسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. هقلي البطاطس بتاعتي عادي زي ما احنا بنقليها. هقلب بقى البطاطس كده، بس ما احاولش ان انا اهريها واكسرها. البطاطس بتاعتي كان لونها ذهبي والله، هي الكاميرا هي اللي ظلماها. هطلعها طبعا. لو عندنا ورق زبدة، عندي مناديل. كانت مقرمشة من بره وطرية من جوه، كان طعمها حلو قوي. يا رب تجربوها. هنحط برضو عليها بهارات بطاطس. برضو هنشوف الكيس اللي انا حطيته عليها كان اسمه ايه. الكيس ده انا بجيبه واحط منه على الفشار او على البطاطس، بيدي طعم حلو قوي ليها. بطلع طبعا كمية البطاطس كده بتاعتي. مش عارفة دي ما كانتش عايزة تطلع ليه، معجبة بالزيت. بس خلاص كده البطاطس بقى انا طلعتها. معايا كيس كنوز، دي بهارات اسمها بهارات بطاطس او تتبيلة بطاطس. في منها بطعم الجبنة وبطعم الكاتشب وطعم الطماطم، في منها كذا طعم. ممكن بقى نعمل البطاطس اللي هي الشيبسي ونحطها برضو عليه، بس البطاطس اليومين دول طبعا مش حلوة خالص، متنفعش شيبسي. بس الطريقة دي كويسة جدا.